وصفة البراونيز اللي كامل تحوسوا عليها يجيكم مشمخ من الداخل وما يجيكمش ناشف. عطيتها لكم بأدق التفاصيل، ولازم يا البنات يعني ضروري يكون عندكم الميزان باه تنجح معكم الوصفة. واللي ما عندهاش نقدر ابوبري نعطيكم كمية خاصة الفارينة باه يجيكم سواسوا. قبل ما نبداو ما تنساو تصليوا وتسلموا على سيدنا محمد. يلا نسميو بسم الله ونروحوا للوصفة. هنا عندي 125 غرام تاع المارغرين، يعني انا هنا كما راكم تشوفوا الميزان راهو قدامي. نجيب هذيك المارغرين، اول حاجه نديروها انه نخدموا الخليط نتاع الشوكولا باش يبرد معانا. جبت هنا 200 غرام تاع شوكولا امباسادور، كما تقدروا ديروا اي نوع، ولا تخلطوا شوكولا بالحليب ولا شوكولا سوداء، يعني كل وحده واش تحب دير نوعيه الشوكولا. انا هنا كانت راهي في الفريجيدار رايحه ندوبها، يعني 200 غرام تاع شوكولا 100 مع 125 غرام تاع المارغرين، ندوبهم ونخليهم بجهه يبردوا باش نبداو نخدموا الخليط نتاعنا اللي فيه 3 حبات نتاع البيض. نضيفوا عليهم رشه تاع الملح كما راكم تشوفوا. راح نضيف هنا مغرفه صغيره نتاع لافاني. وبالنسبة للفارينة رايحين نوزنوا 150 غرام تاع الفارينة. يعني يا البنات راني ما كيلتها لكمش بالكاس، البراونيز لازم مقاديره تكون مضبوطة، يعني ماشي غير نقول لكم كاس راح نقول لكم نص كاس، لازم توزنوها، فهمتوني؟ 150 غرام. اول حاجة نروح نغربلها الفارينة تاعي، يعني اذا شفتيو العلبه هذيك تاع 250 غرام ماهيش معمره، تقريبا ناقصين منها 2 اصابع. جبت كما راكم تشوفوا عندي نص طابله ولا 100 غرام تاع شوكولا. هنا ضفت مغرف كبيره تاع الكاكاو البني. نخلطوا النواشف كامل مع بعضهم. دوك نروحوا نضيفوا لهم هذاك الجوز، يعني حفينه صغيره برك تاع الجوز 10,000 تكفي. ونخلطوها مع الفارينه باش من بعد كي نخلطوهم البنات مع البيض ولا الخليط نتاعنا ما يجيش يعني ما يهبطناش لتحت. خلطوا مليح شغل كيما نعودوا نغلفوا هذيك الشوكولا والجوز، ونروحوا نخدموا الخليط. بالنسبه للسكر، السكر عندنا 200 غرام بعد تاع السكر. قلت لكم يا البنات وصفه البراونيز خاصه اللي حابين يديروها مشاريع راني عطيتها لكم هكذا بالميزان باش توفقوا كامل فيها وكامل تجربوها. الوصفه هذه كنت درتها عندها مده يعني وما علقتش عليها، هذا وين كتب ربي، خاطر بما انه رانا الصيف كاين بزاف بنات صغارات ويسترزقوا من هذه المشاريع المصغره. هنا الكاس هاكم قلت لكم 200 غرام تقريبا، الكاس ناقص منه من زوج اصابع هكذاك. نخلطوا برك بالفويه البنات. البراونيز ماشي ضروري خلاص ديروا بالباتير، فهمتوني؟ هو لاستيوس تاعو كامل يتخلط بالفوي. هنا ضفت لاباتاغوم تاع لافاني بعد ليكيد باش نتحصلوا على هذاك اللون، ونبقى نخلط حتى يبيض معنا الخليط. تبعدوا نهائيا على الباتير. اللي عندها السكر البني عفوا تحط، انا ما عنديش. نبقى نخلط حتى يذوب معي السكر، راح يدي معاكم شويه وقت. ومن بعد نروحوا نضيفوا الزيت. بالنسبه للزيت ربع كاس ما يعادل هكذاك واحد 4 مغارف كبار. بعد ما نكمل التخلاط نضيفوه. كما قلت لكم هنا اكيلته لكم بالمغرف، بصح بالنسبه للنواشف البنات لازم توزنوهم. نبقى نخلط. بعد ما نكمل التخلاط نتاع الزيت وبياض الخليط نتاعي مليح مليح، نروح نضيفوا كميه الفارينه والشوكولا هذيك والجوز والخليط نتاع الشوكولا والمارغرين. بعد ما يبرد نضيفوه بعد الفارينه. هنا البنات المقطع تحذف ولا حبس ليسونسيال الوصفه هذه راني درتها من قبل، ما فيهاش درك المرحله هذه بزاف. بعد ما نخلطوا الفارينه نروح نضيفوا هذاك الخليط ونبقاو نخلطوا مباشره. الفرن تاعي راهو يسخن على 150 درجه، نزيد له على 160 درجه ونخليوه يطيب. وما يطيبش ما يطولش في الطياب، تقريبا من ربع ساعه ل 20 دقيقه لو ماكسيموم باش يجيكم مشمخ لداخل. واستعملت البلاطو 20 على 20 كيما راكم تشوفوا هنا. بعد ما حطيته يطيب
حقا كيما حطيته في البلاطو قلت لكم المقطع اللي تحدف مني، ضفت شوية هذاك تاع الجاتو ماكسون وطراف تاع شوكولا وشوية تاع جوز. وهنا شوفوا الله يبارك فيه يجيكم خفيف ودايب لداخل ومشمخ. طيبته قلت لكم من التحت من الفوق شوية برك با 2 دقائق شاحلي وتكون الوصفة معنا واجدة. طبعا إذا ما جاكمش هكذا مشمخ لداخل وما يجيكم أو يجيكم ناشف عرفوا باللي ما ناجحش معاكم الوصفة. بصح إذا تبعتيوها بالميزان والكيل اللي عطيت لكم مستحيل تفشل معاكم. قلت لكم صالحة بزاف الأصحاب المشاريع. هنا شوفوا كي تنقطع فيه الجوز جاني في الطريق، حاولت برك نحيه به بالشوكولا باش نبقى محافظة برك على الشكل نتاع الحبة تاعي، وصدقوني جا من أروع ما يكون. وهاد الوصفة جربوها وعينيكم مغمضين. شوفوا يا البنات هنايا نكمل نقطع، والتزيين اكيد يبقى اختياري. هنا زينتها بخطوط الشوكولا ولا خطوط الاوبتيلا، ويقطع لكم الله يبارك كمية لاباس بها لداخل كي تاكلوه تلقاوه معلك. ولازم ورق الزبدة راهو ضروري في هاد الوصفة. نكملوا هذاك التزيين وتكون معايا الوصفة واجدة. أي استفسارات يا البنات خليوا لي برك في التعليقات وبربي إن شاء الله نرد عليكم. نقول لكم في الأخير نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة. دمتم أوفياء للقناة. سلام.